الروبورتاج يتحدث في قناة التونسية على تهريب سلاح، هو تعمل على أساس فيلم وثائقي وتم كتابة سيناريو للفيلم، وتم الاتفاق مع الإعلامي سفيان الشرابي على الفيلم هذا، واللي حسب ما صرح به واحد من المشاركين في العملية واللي موجود على ذمة الأبحاث المخرج السينمائي منذر بن إبراهيم المراسل الهادي بوصفة أنه غرر بهم من سفيان الشرابي. الهادي بوصفة أنه غرر بهم من سفيان الشرابي. تعرفت على محمد مدلل، هذا صديقي مغروم بالسينما. عرفت على سفيان الشرابي اللي اقترح علينا معنا باش نصوروا فيلم وثائقي او في دوك فيكسيون معنا على تهريب السلاح. فبركنا معنا كتبنا سيناريو للفيلم واتفقنا احنا وياه على اساس ان باش نصوروا الفيلم. يا اخي السيد هذاي غرر بنا وهز لي فيديو معنا لوروش في السينما، عمل لي فيديو معنا لوروش في السينما، عمل السيد هذاي غرر بنا وهز لي فيديو معنا لوروش في السينما، عمل المونتاج نتاعه على اساس انه صحافه استقصائيه. فجاء السيد هذاي غرر بنا وهز لي فيديو معنا لوروش في السينما، عمل المونتاج نتاعه على اساس انه صحافه استقصائيه. فجاءنا معنا للامانه بالشيء اللي صار، ولاحظت اصلا هو في حتى نحكوا في السيناريو انه يوصل معلومات معينه في الحوار، يقولوا الكلام هذايا ما تقولوش الكلام هذايا، ركزوا على الكلمه هذيا، الديوان ما يخدموش، الحرس ما يخدموش، حاجات كيما هيك. هز لي فيديو وعمل المونتاج، الديوان ما يخدموش، الحرس ما يخدموش، حاجات كيما هيك. هز الديوان ما يخدموش، الحرس ما يخدموش، حاجات كيما هيك. هز لي فيديو، الديوان ما يخدموش، الحرس ما يخدموش، حاجات كيما هيك. هز لي فيديو وعمل المونتاج على اساس معنا موه الوجوه، على اساس ان هذوما مهربين حقيقيين. لكن هنا توجهت لنا السلطات المعنيه بالامر لهنا في الديوان وحرس وطني، ورينا لهم كل شيء. السلاح اللي تصور راهو بالترخيص نتاعه، صورنا فيلم لي زاكسيسوار معنا، عملنا كرادل سياره معنا نتاع وليد يخدم على روحه، هادي يعرفني يعرفوني معنا لاني نعمل في السينما على اساس نعملوا في فيلم.